السلام عليكم الاخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم الحلوه ديال التمر. المهم اللي كنحتاجوا المقادير، كنحتاجوا الزبده 250 غرام ديال الزبده، ممكن ديروها حيوانيه ممكن ديروها نباتيه، المهم تكون على درجه المطبخ، ما تكونش في الثلاجه. كنحتاجوا جوج طاشيات ديال الفاني، واحد البيضه، واحد شويه 4 معالق ديال الخميره، غير 4 معالق يعني تحاولوا ديروها قليله. هنا عندي 4 كاس ديال ماء الزهر، عندي كاس قل ربع ديال سكر كلاصي، عندي كاس قل ربع ديال الزيت والدقيق على حسب الخليط، واحد القريصه ديال الملحه. غادي نرطبوا هاد الكاس ديال السكر كلاصي مع هاد بالنسبه للحشوه عندي هنايا 500 غرام ديال عجينه ديال التمر، عندي نص كاس ديال الزنجلان منقي ومحمر، عندي البنات واحد الساشيه ديال الفاني حتى هي، عندي واحد المعلقه القرفه كملتها بشويه القرنفل، عندي 2 معالق تقريبا ديال الزيت مذوبه، الزبده هي ربي مذوبه، المهم الزبده مذوبه غادي ندير 2 معالق، وواحد شويه ديال روح الزهر البنات، ولا ما عندكمش ديروا غير معلقه صغيره ديال ماء الزهر. المهم دابا انا غادي نزيد الزبده ونبدا نعجن. بغيتي تزيدوا شي معلقه ديال اللوز محمر ولا معلقه كاوكاو محمره ماشي مشكل، المهم اي حاجه ضفتوها لهاد العقده هادي راه كتجي بنينه. المهم انا بنخليها غير طبيعيه، تمسكه حره راه كتجي فيها زوينه الا توقفتوا عليها. وحتى الا كنتو بغيتو تزيدوا سميتو السكر سنيده ولا السكر كلاصي لهاد الحشوه هذا ماشي مشكل. بالنسبه اللي كيبغي الحلاوه يعني كتضيفوا تقريبا شي 2 معالق، انا غادي نخلي غير الحلاوه ديال سميتو، غادي نخلي غير الحلاوه ديال التمر بركه، حيت باقي بلا نفندوها بسكر كلاصي من بعد ما طيب. دابا البنات هي العقده واجده، نكوروها هكا ونعرفوها صافي وجدات معايا. هانتوما صافي، خليو دابا حتى هي تسرح شويه بين ما تسرح لينا العجينه وندوزو لطريقه التشكيل. بعد ما ارتاحت العجينه البنات ها هي وارتاحت حتى العقده، غادي ناخذ طريف قد هكا، المهم تقريبا 10 غرام. وبالنسبه للعجينه حتى هي غادي ناخذ تقريبا جهد 14 غرام حتى 16 غرام على حسب القياس. المهم الا عندكم الميزان عبروا، هاد العجينه هذه خاصها تكون كبره من هذه، المهم هذه يكون فيها 16 غرام وهذه 10 غرام. المهم ما عندكمش الميزان راه تتشدوا غير العبر بعينيكم صافي، تنكوروها هكا. المهم البنات غتجيبوا اي طبق عندكم، انا عندي هذا. المهم البنات هذا هو الطبق هانتوما، المهم تيبقى على حسب الطبق اللي متوفر عندكم. هذه العجينه بعد ما صاوبتها غادي نكورها في الدقيق، وغادي نجيب هذا الطبق هذا، وحتى الطبق البنات غادي نغمسو في الدقيق باش ما تلصق لياش فيه. المهم راه كاينين طبابع تيتباعوا خاصين بهاد الحلوه. المهم تنوركو شويه، نضغطو عليها هكا شويه، نتوما كتخرج البنات على هذا الشكل هذا. نحيدو لهاد الدقيق، ها نتوما كتجي لهذا الشكل. نخليوها تقريبا واحد ساعتين ونتقبوها مزيان ولا 3 السوايع، المهم باش ما نشفات مزيان تنتقبوها مزيان وتنطيبوها وكندردروا عليها. المهم كنفندوها في سكر كلاصي، ما تبرد شويه، ما ديروهاش باش ما تشرب لكمش السكر كلاصي بزاف، غتخليوها حتى تبرد شويه عاد تفندوها. الا بغيتوها تكون شاربه السكر كلاصي مزيان كتفندوها وهي سخونه. بعد ما طابت ودفات هاني غادي نديرها في السكر كلاصي، بعد ما غربلتو غادي ندوزها كامله. بالنسبه لك كنتو كطيبوها وشتوها بدات تبوق لكم، عاودوا تقبوها، واخا كتقبوها من بعد ما نشفات، ولكن ضروري بعد شي وحدين ملي كيكونوا كيطيبوا كيبداو تيتنفخوا ضروري تعاودوا تزيدوهم تقيبات من الفوق. صافي البنات كنبقى مستمره هكا حتى نكملها كلها، ندوزها مسكر بودره. وخليتكم على خير الى فيديو جديد ان شاء الله، نتمنى تعجبكم وتجربوها وتردوا عليا في التعاليق.
قولوا لي كيف جاتكم، ما تندموش عليها، خليتكم على خير.